بتشوف الفشل إزاي أو أنت بتقول إزاي على ده فشل؟ اولا مفيش حاجه في الدنيا اسمها فشل. الفشل ان انت تبطل تحاول، تبطل تحاول. هي في محاوله، المحاوله دي عشان استفيد بيها اخد اكسبيرينس، خدت الاكسبيرينس عشان اعملها بطريقه تانية، خدت الطريقه التانية عشان احسن فيها. فالفشل هو مش ان انا ابطل، ان انا ابطل هو ده الفشل الحقيقي. هو في نجاح وفي فشل، يعني هل الفشل هو عكس النجاح، ولا الفشل عدم وجود نجاح؟ يعني زي مثلا الضلمه، هي الضلمه عكس النور، ولا ان الضلمه هي عدم وجود نور؟ فعدم وجود النور بقت الدنيا ضلمه، فعدم وجود النجاح بقت فاشل؟ لا. عدم وجود الفشل بقت ناجح؟ لا برضه. احنا اللي بنحط الفشل والنجاح في دماغنا. احنا متخيلين ان النجاح ان انا يبقى عندي عربيات، شكلي لابس بطريقه معينه، وبرغم كده حتى واحنا حاطين الافكار دي ما بتعاملش ان انا ناجح، يعني ما بتعاملش من هذا المنطلق. حتى لو انا عندي، في ناس كتيره بتوصل لها ان هي يبقى عندها العربيات وعندها كل حاجه، بس ما بيتعاملش بان هو ناجح. وفي ناس ما عندهاش الكلام ده وبيتعاملوا ان هو ناجحين. هي الفكره انت ايه اللي انت زرعه في دماغك. فمره تانية بقول ان الفشل هو انك انت ما تحاولش، لانه زي ما كنا بنتكلم قبل كده ان احنا ربنا خلقنا بدرجات، يعني نقعد نعلى في الدرجات بتاعتنا. انا النهارده وعي بقى في الحته دي، تمام، حلو جدا، انا عايز اعلى بيه شويه. هو مش احسن واوحش، هو ان انا وصلت للمرحله اللي بعده.